جميع أبناء الطائفة الدرزية، ليس فقط في إسرائيل وإنما في كل مكان موجود في هذا العالم. لذلك سنجعل من ذكراها ذكرى المحبة والإخلاص واحترام الآخرين. وباسمكم جميعا أتقدم بالشكر الجزيل إلى العائلة الكريمة، عائلة أبو حميد في كسرى، على استجابتهم من أول الطريق لمشورة المشايخ ولجهة الصلح. لذا أدعو والد المرحومة وجدان لإلقاء الكلمة. بسم الله الرحمن الرحيم. بالله نستعين، فهو القادر المعين الخالق الخالد الحي الباقي الدائم الذي لا يموت. إخواني إخواتي، شيوخا شبابا نساء وأطفالا، أود أن أشكركم من صميم قلبي الجريح الذبيح على وقوفكم معنا في مأساتنا، وقفة الأخ مع أخيه. فكأن وجودكم الضمادة التي منعت النزيف من الاستمرار بالنزيف، والسور العظيم الذي حملنا ظهورنا حين انكسرت ظهورنا. إخواني إخواتي، الحياة هبة من رب الأرباب الواحد الوهاب، يهدينا إياها متى يشاء ويأخذها متى شاء، وعلى مشيئة الباري نحن صابرون متكلون. ولكن الطريقة التي اختطفت بها ابنتنا بطريقها من المدرسة على بعد بضعة أمتار من بيتها بطعنات حقد بيد غدار غادر، كانت الطعنة التي قسمت ظهورنا ولذا يجب أن نتكاتف، عسى وعل تكون وجدان آخر ضحايا الغدر والعنف. العنف يبتدئ بالكلام وزرع الضغينة والتشهير والاتهامات ورد الشتيمة بالشتيمة، وكما قال الإمام الشافعي: إن شئت أن تحيا سليما من الأذى وحظك موفور وعرضك صين، لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللسان ألسن. فمن يخاف على نفسه لا يشهر بسواه، وللعنف ينبع من ضعف النفوس، فالقوة هي كبت الذات والتغلب على نفسك والصبر على الملمات، وليس بالشتيمة والمسبات والتهجم على الغير. فالشر لا يجلب سوى الشر، ويجب أن نزرع في قلوب الجميع ما لا ترضاه لنفسك لا تفعله لغيرك. وأخيرا أطلب وأرجو من شباب قريتنا الأعزاء أن لا يعرضوا أنفسهم لأي خطر أو إشكال من أجلنا أو باسمنا، فوقفتكم جانبنا ووقف الأصالي فلا تخيبوا أمالنا وتجعلوا اسم ابنتنا موصل بحادث أو إشكال. شكرا لكم جميعا، ولتكن أياكم سعد وخير محب ووفاق. الموقف صعب. شكرا لوالد المرحومة. لوجدان توجد أخت، فأبت أختها إلا أن تقول كلمة صغيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. تجرعت مرارات موتك من تناهدات أمي، ليس هدفي في إثارة الحزن أو أجرعكم آهاتي أو في حنايا قلبي، فليبكي جميعكم معي حزنا على أختي. يا أمي أبكي معي وتباكي، لو يقبل الله فداء الحي للميت لمت يا أختي فداء عيني. أختاه لك سلام الله من قلب ولوع، وأدعو أن الله يصبرني ويرعاك، ولك مني ميثاقا وعهد والله يشهد لن أنساك. وجدان وداعا إلى أن نلتقي لعل الموعد بجوار من سواك، من قلب سراب اكتوى بنار الفراق، أختك المتلوعة ألما لفراقك وجدان. هل توجد هناك كلمات في منجد اللغة العربية التي تستطيع أن تعبر عن مثل هذا الموقف؟ فأنا على يقين بكلا. لذا راية المجلس المحلي ورئيس المجلس المحلي
وباسم العائلة المحترمة نتقدم بالشكر الجزيل للرئيس الطائفة الدرزية الشيخ أبو حسن موفق طريف، للأخ أبو عميد وجيه كيوف رئيس منتدى الرؤساء المجالس الدرزية، وللأخ سويد رئيس مجلس البقيعة. شكرا لجميع المشايخ الأفاضل، لجميع الأهل الذين شاركونا من كافة البلدان. شكرا لجميع الأطفال، شكرا لجميع النساء الذين اعتلوا الشرفات من أجل الوقوف معا والصراخ وإعلاء الصيحة لا للعنف، نعم للتسامح، وإن شاء الله إنه ما بنوقفش هذا الموقف مرة أخرى. شكرا للجميع. تعملوا معروف الشيخ اليوم كل النهار تعبان.